السلام عليكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحه جيده وطاعه دايما لله. من مطبخ التوفيق اختكم في الله الشيف زينب عبد الحميد. هنعمل النهارده بطاطس ويدجز في غايه الجمال زي ما بنشوفها في المطاعم. تعالوا نشوف عملناها ازاي. لعمل بطاطس الويدجز زي ما حضراتكم شايفين احنا غسلناها كويس قوي بالفرشه، وهنعملها بقشرها لان البطاطس المشويه بتبقى حلوه بقشرها اكتر ما يكون مقشره، وبتكون مقرمشه اكتر وماسكه نفسها. زي ما حضراتكم شايفين الكميه اللي انتوا عايزينها. هناخد نص كوبايه زيت زيتون، زيت زيتون او زيت عادي، ونرش عليه زيت زيتون. عندنا معلقه كبيره توم على حسب الكميه، معلقه كزبره ناشفه، معلقه زعتر ناشف، معلقه بابريكا، معلقه صغيره فلفل اسمر، توم باودر وبصل باودر وملح، كل حاجه معلقه. هنبتدي اول حاجه هنقطع البطاطس، هنقسمها نصين وبعد كده هنقطعها على مرتين على حسب تخنها، بس مش هنعملها سميكه قوي عشان ايه تستوي معانا بسرعه زي ما حضراتكم شايفين كده اهي. بالطريقه دي هقطع الكميه بتاعتي وارجع لكم تاني. ادي قطعناها وهنبتدي بقى نحط فيها التوابل بتاعتنا والزيت والثوم. هحطها في بوله اوسع عشان اقدر اقلبها. اول حاجه هنحط لها التوابل بتاعتها. ادي الملح، معلقه الملح اللي على حسب المذاق، وادي معلقه الثوم، وادي الكزبره الناشفه، وادي البصل البودر والثوم البودر، وادي الفلفل، وادي البابريكا، بابريكا طبعا مهمه. الزعتر بقى تحفه زي ما انتم شايفين كده ناشف، بحاول افركه بين ايديا زي ما حضراتكم شايفين. هبتدي احط نص كوبايه الزيت واقلب كل المحتويات مع بعضها بالطريقه دي، اغلفها بالتوابل، اقلبها كويس وارجع لكم تاني. وادي جهزت البطاطس قلبناها، هنحطها في صينيه جافه زي ما حضراتكم شايفين، وادي التوابل بالزيت وافرشها. ادي بوزعها بالطريقه دي. لو عايزه زيت زيتون ببخ عليها زي ما حضراتكم شايفين كده، بيبقى بالزيت الزيتون افضل، بس هو بيبقى غالي قوي فهنوقف الوصفه. فبحط لها زي ما حضراتكم شايفين على الوش كده زيت زيتون. وادي بطاطس الويدجز خلصت زي ما انتم شايفين في منتهى الجمال. هنقفلها بورق الفويل، هنفتح تحت وبعد كده لمده 20 دقيقه، وبعد كده نشيل منها الفويل 15 دقيقه تحت الشوايه زي ما حضراتكم شايفين كده. هحطها في الفرن زي ما قلت لكم 20 دقيقه، وبعد كده اشيل الورق الفول ده وانزلها تحت وافتح الشوايه فوق. عدى 20 دقيقه، هشيل بقى طبعا الفويل دين، احاول اقلبه وافتح فوق وتحت زي ما حضراتكم شايفين، وهو استوى يعني نص سوا كده جميل. افتح الشوايه بقى ونشوف هنعمل ايه. ابتدي بقى احط، ادي ولعت فوق وتحت الشوايه دي لمده 15 دقيقه ونطلعه على طول. ودي طلعناها من الشوايه زي ما حضراتكم شايفين في منتهى الجمال. بطاطس مشويه جميله جدا ومتبله في غايه الروعه والجمال زي ما حضراتكم شايفين. بطاطس ويدجز جميله جدا وهتقدروا تطبقوها. يا رب يكون الوصفه قدرتوا تستوعبوها وسهله وبسيطه تقدروا تطبقوها وجعلوا في ميزان حسناتي يوم اللقاء. واتمنى لكم السعاده والهنا، والسعاده والهنا دايما في طاعه الله وبعد عن المعاصي. ربنا يتقبل منا ومنكم صالح اعمالكم وطاعتكم.
واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.